حتى معكم سلسلة من السلسلات اللي رح أقدمها إن شاء الله على القناة معكم، هي اللي هي تفريزات رمضان. إن شاء الله كل سنة والجميع يا رب بألف خير. السلسلة الأولى رح تكون بداية بالسمبوسك، رح أقدمها بالعجين الجاهزة. رح تكون معي نوعين من العجائن متوفرة بكل المولات، ورح أقدمها كمان 3 حشوات. كل حشوة طعمتها بتختلف عن التاني، وكل حشوة إلها نكهة مختلفة، رح تكون متميزة أكتر من الأبلة. تابعوا معي الفيديو للآخر ويلا نبدأ. بداية أنا هون رح أستخدم الجبنة العربية لو متوفرة عندكم. أنا هون غاسلتها ونقعتها، وراح أضيف معها جبنة الموزاريلا، جبنة البيتزا. راح أبدأ ببرش الجبنة، نوعين الجبنة لأن أنا بدي أعملهم ماكس مع بعضهم، بدي أخلطهم. استخدمت المبرشة اليدوية، وحبيت كمان أرجيكم كيف إنه كمان بالمكسر استخدمته للسرعة أكتر، بالمكسر أسهل بكتير. الحشوة الأولى راح تكون معي ماكس ما بين الحشوتين، ما بين النوعين الجبنة. راح أضيف معها بقدونس تقديريا، هذا الشي بيرجع لكم، أنا ضفت 3 معالق كبار. راح أضيف معهم معلقة من الباربيكا، ومعلقة من النعناع الناشف، وحبة البركة. بخلطهم كتير منيح مع بعضهم. وهيك صارت الحشوة معي جاهزة. هاي الحشوة الأولى. نروح للحشوة الثانية اللي هي بطاطا. هون عندي 3 حبات من البطاطا المسلوقة، قطعتهم وراح بداية أهرسهم هرس، وبعدها بمعلقة، أي معلقة متوفرة عنا، راح نقلبهم. وبضيف جبنة كمان، الجبنة هون تقديريا والبقدونس، يعني هذا الشي بيرجع لكم ذوق شخصي. بالنسبة لحشوة البطاطا هاي من الحشوات المفضلة عند الأتراك عنا. راح أضيف معها معلقة من الباربيكا والبقدونس، وكمان راح أقلبهم منيح لحتى يختلطوا كلهم مع بعضهم، لحتى أحس إنه الجبنة تقريبا دابت. أنا هون البطاطا المسلوقة كانت عندي إياها لساتها سخنة. وهيك صارت الحشوة جاهزة معي. وهلا رح ننتقل للحشوة الثالثة اللي هي عنا حشوة اللحمة. بداية هون ضفت معلقة من السمنة، رح أضيف معها حبتين من البصل فارمتهم ناعم، فرمتهم على الفرامة الكهربائية. بقلبهم شوي لحتى يدبل معي البصل، وراح أضيف معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الأسود. بداية ضفت هاي النكهة مشان تعزز البصل بالطعم. هون عندي لحمة، الكمية حسب المتوفر عندكم. أنا هون ضفت حوالي 200 جرام من اللحمة. راح أضيف معلقة من الفلفل الأسود إرجع، ومعلقة من الباربيكا، ومعلقة من البهارات المشكلة. البهارات المشكلة بتعطي نكهة كتير طيبة، لا تستغنوا عنها. ومعلقة من الملح. راح أقلبهم شوي لحتى ياخدوا الاستواء الكامل، وهيك بيكونوا صاروا جاهزين معنا. وراح أنزل مباشرة اللحمة بصحن على جنب حتى شوي يبرد معي. بقلبهم شوي، وهلأ بضيف فوقهم البقدونس ضفتهم هون بعد ما طفيت النار مشان يضلوا محافظ على النكهة واللون. الكمية حسب الرغبة. راح أضيف كمان دبس رمان، حوالي 3 معالق دبس رمان ضفت. دبس رمان بيعطي نكهة كتير طيبة، لا تستغنوا عنه مع اللحمة، عن جد النكهة كلها بتختلف. بقلبهم تماما منيح لحتى يتجانس كل المواد مع بعضها. وهيك بتكون صارت معي الحشوة الثالثة جاهزة. وهاي الحشوات كلهم صاروا معي جاهزات، حشوة المكس الجبني مع البقدونس، ومكس الجبني مع البطاطا المسلوقة والبقدونس، ومكس اللحمة كمان مع البقدونس والدبس الرمان. وهلأ راح استخدم الرقائق هدول اللي استخدمتهم، صبايا متوفرين هدول بكل يعني المولات موجودة عنا بتركيا، وأكيد موجودة يعني بباقي البلدان. بالنسبة لهاي الرقائق بتجي مثل الخبز يعني اللي بيجي رقيق تبع التورتة بس على أرق، كتير طيب على القلي. هوني راح أضيف معلقة من الطحين بشوية مي، وقلبهم منيح لحتى يدوب معي الطحين. بدي أدهن فيه الأطراف مشان ما يفلت معنا على القلي. هاي الرقائق راح أحشيها بالجبنة.
الشكل مثل ما هو واضح قدامكم على شكل الرول. بعد ما بلفه وبخلص راح اسكرها بالمي والطحين. اكيد يعني هاي المعلومة كل الصبايا بيعرفوها. كمان راح احشي حشوة البطاطا كمان فيها. وراح نيجي للعجين الثاني. هاي النوع من الرقائق اللي كتير طيبة، بنصحكم تجربوها. راح تيجي معنا مجمدة، راح نتركها شوي برا، يعني حوالي ربع ساعة لحتى تطرى معنا ويفك التلج عنا. وراح بفردها بالشوبك. بتكون معنا شوي سميكة، هي بدنا نرققها. وهاي النوع من العجين كمان فينا نستخدمها للحلويات، يعني نعمل فيها فطاير بحشوة الجوز، بحشوة القشطة، بأي شيء يعني بنحبه. هون أنا راح أحشيها باللحمة. مثل ما كنتم عم تشوفوا بالفيديو، أنا فردت العجين منيح وراح أطويها على النص. راح أسكرها كتير منيح، بتأكد من تسكيرها تماما. وعندي هاي القطاعة بس مشان تعطي شوي شكل حلو أثناء القلي وأثناء الأكل. راح أقطعها بهاي الطريقة. وهاي الكمية، طبعا أنا هاي الكمية ما أنا كلها، بس مشان السرعة حبيت أصورها معكم. أنا كانت دبل الكمية اللي خزنتها. في بعض من البرك اللي بالعجين التاني أنا عملتها بالشوكي. لو ما عندكن هاي القطاعة، أنا بعتذر إني ما قدرت صورها. وهلأ بنيجي للتخزين بدنا نفردهم على جنب بعض، نصفهم مثل ما عم تشوفوا معي. وهدول الأكياس متوفرين بكل مول. راح أضغطهم منيح، وقبل ما أسكره بالآخر راح أفضي من الهواء. وبنفس الطريقة كمان للنوعية الثانية. بس قبل ما أدخلها الكيس بحاول إني أسكر، أرجع أتأكد من تسكيرها تماما. ما بنحطهم فوق بعض صبايا القطع، لأنه وقت اللي بدنا نشيلهم بعدين بيلزقوا على بعض وبتطلع الحشوة معنا. لهيك خليهم جنب بعض. وهيك صاروا معنا جاهزين. راح ندخلهم على الفريزر لوقت الاستخدام. بيضاينوا معنا وقت مدة يعني طويلة. كل ما بدنا وجبة بنطلع مباشرة، الزيت بيكون حامي معنا، بيكون غزير، وبننزلهم بشكل مباشر وهن متلجات. بالنسبة للزيت بدنا يكون ساخن، بس كمان ما يكون كتير ساخن يعني عم يغلي، بده يكون ساخن انه عادي نفس الوقت اللي بنقلي فيه الطبيعي. وهيك هاي الكمية قدامكم مثل ما عم تشوفوا. انا جربت معكم كم قطعة، حبيت ارجيكم بس ما كنت متلجتهم هدول. عن جد صبايا الحشوات كانوا كتير رائعات، بتمنى انكم تجربوهم.